الكريم، أنا اليوم يعني سعيد جدا بالمناسبة التواصل بالدعوة الكريمة من جمعيات يعني منطقة تنجدال، واللي كتجي في واحد المناسبة في واحد السياق اللي هو سياق ماشي عادي، لأنه تعيد الدستور، نزيد الدستور، تطبيق الدستور، هذا واحد الورش اللي مازال في البدايات ديالو. ولهذا غيتسمحوا لي ان شاء الله في هذا اللقاء باش نتكلموا بواحد الصراحه كبيره جدا، الصراحه اللي عرفتونا بها منذ دائما، واللي ان شاء الله ما غيرنا فيها لا موقع برلماني ولا موقع حكومي ولا نكون مواطنين عاديين بلا اي مسؤوليه. هذه قضيه مرتبطه كيفاش كنشوفوا البلاد، التحديات ديالها في واحد العالم متقلب مضطرب جدا، وكيفاش هذه البلاد نساهم كلنا كجيل اننا ان شاء الله نورثوها الاجيال اللي جايه وهي اكثر ازدهارا، اطمئنانا، استقرارا، كرامه، حريه. هذه هي الرساله الاساسيه لكل جيل يحترم دوره في التاريخ ولا ينظر بانه جيل عابر سبيل لا قيمه له، لكنه جيل مسؤول ينظر الى الماضي، الى الحاضر، ثم الى المستقبل. غادي ندير واحد الاختبار اللور، نرجع شويه اللور باش نذكركم الاخوان والاخوات بانه قبل حوالي سنتين تقريبا كان المغرب مضطرب، وكانت الاوضاع يعني لا تسر، وافلتنا من واحد الزوبعه بألطاف إلهية وبأسباب بشرية. كلنا كان عندنا فاشي ضوء منذ أن اندلعت احتجاجات الشارع المغربي على غرار ما حصل في دول أخرى، وإن كان بنمط آخر من التعبير والتفكير والحراك. ثم كما تعرفون جاء الخطاب الملكي لسعود ماس، ثم جاء الدستور للواحد الجلوس، ثم جاءت الاستحقاقات الانتخابيه، ثم جاءت حكومه جديده، ثم فتح المغرب على منطق جديد في التعاطي مع السياسه ومع الشارع. لكن غتسمحوا لي باش نبسط الامور دون ان تدخل في البساطه ديالها بالعمق ديالها. انا كنقول دائما وكنعاود في جميع المناسبات كنذكر واحد المقوله مهمه عن اينشتاين العالم الفيزيائي المعروف، اللي كيقول بانه الى عندك اي فكره مهما بانت لك معقده كتكلم عن الكون، عن الفيزياء، اي نظريه، على اي شيء، الا ما تقدرش تشرحها لواحد الطفل عنده 6 سنوات باش يفهمها في اهم ما فيها، فبلا ما تتهم الذكاء ديال الطفل تهم جوج الامور: اما انك ما فهمش علاش كتكلم، واما انك ما عرفش بالصدق، ما عندكش بيداغوجيا باش تشرح هذاك الطفل الفكره يعني. هذا الدستور قضيه كبيره في الدول، في الامم، الشعوب، الدستور. لكن اليوم حنا من طلبي كمواطنين، كجمعويين، كمدرسين، كاباء، اننا نشرحوا لولادنا والشباب والاجيال نتكلموا شنو هو الدستور، اولا علاش جا، اشنو احتاج الدستور. اذا كان اضطراب في البلد خرجوا الناس للشارع كيقولوا الشعب يريد اسقاط الفساد والاستبداد، كان اجماع اسقاط الفساد والاستبداد، وجد الدستور جواب على هذا السؤال. اذا الدستور جا كيجاوب على واحد الاشكال سميتو الفساد والاستبداد، وبالتالي الى هذا الدستور في التطبيق ديالو ما جاوبش على هذا السؤال اللي خرج عباد الله للشارع، بمعنى انه كونوا مرتاحين انه لا قدر الله بعد مده يعلموا الله شحال هي غادي يعاود يرجع نفس المشكل اللي من اجل الناس خرجوا للشارع. اذا لما جاء هذا الحراك، هذا الغضب الشعبي، وجد الدستور كيجاوب على هذا الغضب باش البلاد تدخل في منطقه الاطمئنان، غادي يطرحوا السؤال ديال هذا الفساد والاستبداد شنو هو، نقدر نبسطوه حتى لابسط طفل شنو هو الفساد والاستبداد. والقضيه بسيطه، هو انه منذ الاستقلال
إلى اليوم. يعني المغاربة عاشوا على واحد الظاهرة اللي هي أنه السلطة البوفوار، السلطة تتولي طريق سالك وسهل للثروة. بغيت دير الفلوس في هذه البلاد في المغرب، بغيت تولي من الأغنياء، بغيت تولي من كبار القوم، بغيت تولي لاباس عليك بلغة المغاربة، بغيت تولي عندك الفيرمات وعندك الفيلات وعندك لي زابارتمون في مختلف المدن وعندك يكفي تكون عندك السلطة. احتاجت تكون لا مقاول ضرورة ولا مستثمر ولا مبدع ولا صانع ولا مخترع، ماشي ضروري. أقصر طريق أن تكون عندك سلطة. والسلطة في مجالين: إما السلطة الإدارية كتجي كوزير ولا كعامل ولا كولي ولا كباشا ولا كمدير ديال مكتب الكهرباء ولا قاضي ولا مسؤول في الضرائب ولا أي شيء، أي حاجة فيها الإدارة. غير تكون عندك المسؤولية في الإدارة وتولي عندك القدرة باش تصرف الأموال خلال الصفقات وإلى آخره، فيمكن تولي في المغرب لاباس عليك بدون حسيب ولا رخ، إلا الاستثناءات النادرة والقليلة. والمجال الثاني هو المجال ديال السلطة المنتخبة. يعني ملي كيجي المغرب كينتخبوا الناس باش ينوبوا عليهم في الشأن العام، من أبسط رئيس جماعة قروية إلى رئيس جهة إلى برلماني في غرفة ثانية أولى ما تيهمش، يعني السلطة المنتخبة حتى هي طريق للاغتنام. ولهذا شاع في مجتمعنا ماذا؟ إلا بغيت توصل لمواقع القرار في السلطة الإدارية خصك تشري بلاصتك. ولا معروف أنك في كل الإدارة ديالنا مواقع القرار كتشري على حساب ليطاج ديال القرار. قد ما تعطي في موقع القرار قد ما خصك تدفع أكثر باش توصل، وأنه يعني الناس كيوصلوا بالكفاءة وتكونوا في الغالب واحد الاستثناءات. ولهذا أيضا في قطاع السلطة المنتخبة اللي هو المنتخبين ظهرت ظاهرة وكبرات ونمات ولات فاحشة، هي أنه الناس كيشريو الأصوات باش يوصلوا الموقع القرار السلطة المنتخبة. يعني ولا عندنا البيزنس، الإدارة والمنتخبين ولا فيها البيزنس. ماشي كيجي الإنسان القرار ديالو كمسؤول في السلطة أي قطاع من السلطة في هذا القطاع كيجي بالاستحقاق وبالجدارة باش يخدم الشعب، ولا كيجي كمنتخب ما كيبيع ما كيجي كيقول ها غندير انا ها برنامجي صوتوا عليا مرحبا مسؤول عليا الله يربح الله يسخر ما كاين مشكل. لا، كاين الانسان كيجي الاموال كيجي كذا كيجي هذه ويبيع ويشري ويوكل ويشرف ويدير باش يكون رئيس في الجهه ولا في الاقليم ولا يكون عضو ولا يكون الى اخره. ماشي تعرفوا التفاصيل ديالو. هذا الفساد هو اللي خلى انه ولا كنشوفوا الثروه الخيرات ديال البلاد كيطيحوا في يدين الناس اللي عندهم السلطه. فكل مظاهر البؤس والفقر والفساد والتهميش والضياع اللي كاين والبنيه التحتيه الضعيفه والبنايات المغشوشه. كتبنى واحد المؤسسه جايه مليار كتطلع هي غير 200 مليون 800 مشات وكتبغى تشقق وتريب في اقرب فرصه سواء كانت مدرسه ولا سبيطار ولا شيء. إذن هذه العلاقه اللي كاينه بين السلطه وبين الثروه هذا الدستور جا باش يجاوب عليها، جا باش يحل هذه المشكله. وانا كنقول مازال كنأكد بانه الدستور مازال ما تناقش مزيان في المغرب. مازال الناس كيتكلموا على الدستور في العموم الا ما نظر كيتكلموا عليه بحال شي زعما شي زوبه عداس بدنا واحد الدستور وحنا مشينا نكملوا. لا، القضيه خطيره. الا ما فهمناش هذا الدستور اللي جا وما خدمناش باش نطبقوه راه الامور ستعود لا قدر الله اسوء مما كانت. اذا جا الدستور شنو دار؟ الدستور جا قال غادي نعاودوا الصلاحيات ديال المؤسسات. جلاله الملك عنده صلاحيات محدده في الدستور. رئيس الحكومه
عنده صلاحيات محدده وواسعه وجديده في الدستور. البرلمان عنده صلاحيات كذلك جديده وموسعه في الدستور. والسلطه المنتخبه اللي كتجي من خلال جماعات اقاليم وجهات اصبحت في اطار الجهويه المرتقبه، تولي واحد البنيه مؤسسه السلطه عند المنتخبين من اصغر جماعه لاكبر جهه، وبالتالي غادي ندخلوا في واحد المرحله ديال واحد هندسه جديده للدوله. على مستوى السلطه الاداريه رئيس الحكومه اليوم هو اللي عنده اهم قرار في تدبير الشأن العام، واللي كيتسمى تعيين المناصب الساميه. 1181 منصب سامي كيعاد فيه رئيس الحكومه. بمعنى غدا ملي نشوفوا شي مسؤول في البلاد كيخربق كيفسد كيسرق كيرول، تنتهموا رئيس الحكومه مباشره، انظروا من لفوا انت اللي عينتيه. طبعا ماشي ضروري رئيس الحكومه يعرف جميع المسؤولين، لان المسطره واضحه ان الوزير ممكن ما كيقطع هو اللي كيقترح، ورئيس الحكومه كيتذكر معه وكيكون مجلس حكومي، وكاين واحد المجموعه من المناصب كيمشي للمجلس الوزاري. إذن أول قرار استراتيجي في الدستور، أول تغيير جوهري، هو أنه الدستور جاب لنا اليوم المسؤولين اللي عندهم الفلوس واللي كيقروا في السياسات العمومية والمؤسسات ديال الدولة غادي يعينهم رئيس الحكومة اللي في الدستور غادي يجي من الحزب الأول، أي الشعب اللي خرج الحزب ديالو حتى الأول وعطاه المرتبة الأولى، ومنه غادي يكون رئيس الحكومة، وهذاك رئيس الحكومة غادي يبقى يعين المسؤولين. إذن هذا هو القرار الأول النوعي على مستوى الدستور. وهنا المواطنين والأحزاب النقابات والجمعيات من أهم اليوم ما يجب أن يحرصوا عليه وهو مراقبة المسؤولين. مراقبة المسؤولين، تتبع المسؤولين، أي مستوى المسؤولين، شنو كيديروا في المال العام، شنو كيديروا في الصفقات، شنو كيديروا في الأراضي في العقارات إلى آخره. إلى هذه القضية ما ربحناهاش وبقاو مسؤولين كيخربقوا وكيلعبوا الناس كتفرجوا ساكته، حنا تقبلنا الدستور، هاد تقبل ولا في الدستوريه هذه. المسألة الثانية هو أنه في السلطة المنتخبة الدستور قال لنا بأنه غادي يجيو لهم واحد الجهوية جديدة، ماشي جهوية إدارية، ولكن جهوية سياسية. أي أنه غادي يجيو ناس ينتخبوا قدام واحد المجموعة من المنتخبين، ومنهم غتكون جماعة واللي الجهة هما اللي يقرروا في المال العام، في الميزانيات، في الصفقات إلى آخره. بمعنى ملي غيدخل شعر القانون تنظيم الجهة ونجيو الانتخابات الجهوية ونديروا جهات جديدة وأقاليم جديدة وإلى آخره، هذيك اللغة ديال العامل والولي الدستور واضح وصريح. العامل والولي والباشا والقيد هادو غادي يوليو موظفين ديال الدولة مكلفين بأمرين أساسيين. الأول كيراقبوا مدى احترام المنتخبين للقانون، والأمر الثاني عندهم مهام محددة داعمة ومساعدة، خصوصا فيما يتعلق بالأمور الأمنية واحد المجموعة المسيرية. ما عادش المنتخبين في هذه المرحلة من تاريخ المغرب. حنا مازال ما وصلناش، بعض الدول كيتنتخب فيها مثلا المسؤول ديال الأمن الإقليمي ينتخب، اللي غادي يكون يعني الرئيس الأمن الإقليمي ينتخب. بعض الدول الديمقراطية اللي عندها قرون ديال الديمقراطية. إذا حنا في واحد المرحلة أنه الدستور فسر واحد الفصلة جديدة أنه ما يبقاش ذاك الموظف ديال الدولة عنده الفلوس. موظف ديال الدولة ما عندوش فلوس. غتعين الدولة في الأمور الأساسية الكبيرة، أساسا العمال والولاد ما عنده علاقة بالفلوس. اللي كيوقع على الفلوس وعلى الصفقات وعلى الميزانية إلى آخره هما المنتخبين. بعبارة أخرى الدستور تيقول اليوم أيها المغاربة، هذا الدستور اللي صوتوا عليه ولا ديالكم غدا ما تكتبوا على حد. غدا دوك الناس غتطلعوهم من أصغر جماعة لأكبر جهة منكم وإليكم، إن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فعليكم. ولكن غتكون الدولة كدير دورها الرقابي. إذن هذه مسألة واضحة. وهادشي كله في إطار هذا الفصل ما بين الثروة والسلطة. تبقى السلطة مدخل الثروة. بطبيعة الحال الدستور أيضا ودار واحد التدابير جديدة مرتبطة بمبدأ الربط ما بين المسؤولية والمحاسبة. ما بقاش يمشي واحد يقول لك أنا تلقيت شي تعليمات، ما كاينش تعليمات.
كاين القانون وكاين المحاسبة. لغة التعليمات لغة غير دستورية وغير قانونية. أي مسؤول يتحمل مسؤوليته عندما يتخذ القرار في أي شيء سيكون قد جاهز يجاوب، إما يجاوب السلطة الأعلى اللي فوق منه، وإما يجاوب الرقابة يمكن تكون مالية يجي على الحسابات لا القضاء ولا أي شيء. ما كاينش شي واحد يمكن يتخزن وراء أنني أنا تلقيت تعليمات. ما كاينش تعليمات، كاين القانون وكاين الاجتهاد في طرق القانون وكاين المسؤولية والمحاسبة. ولهذا البرنامج الحكومي اللي محطوط فيه من أهم التدابير ومراجعة يعني القوانين والتنظيمات التي تنظم على المفتشيات بما فيها مفتشيات الإعلام المالية. التقارير نتاع الحسابات توجهوا برئاسة وزير العدل والحريات شكل لجنة القضاة يدرسون كل التقارير المتعلقة بالمال العام اللي كتشوف هذا المجال في التقارير ديال لجنة الحسابات. ودراسة متأنية ما فيهاش منطق يعني المطالبة، متأنية عميقة مسؤولة، واللي تثبت أي مخالفة أي تقرير غادي يمشي للقضاء يكون كيما بغا يكون مولانا. إذا هذه الثقافة اليوم الدستورية الجديدة إلى هذه الناس اللي هي باختصار شديد باش نوصلوا الأمور لأبسط مستوى، هو أنه جاء الدستور باش يحل مشكل سميتو أن السلطة كانت كتجيب الثروة، وملي كتجيب الثروة على حساب الشعب، على حساب مدارسه، على حساب الطرقان ديالو، على حساب السبيطارات ديالو، على حساب الدواء ديالو، على حساب الكساء ديالو، على حساب الغذاء ديالو إلى آخره. إذا اليوم يجب أن يقع الفصل بين السلطة والثروة. وهذا الدستور اللي ما حلش هذا المشكل راه ما حل حتى شي حاجة. والشعب اللي ما فهمش هذه القضية ما فهم حتى شي حاجة. علاش؟ باش نتحملوا مسؤولية جماعية. لماذا مسؤولية جماعية؟ لأنه كما لا يخفى عليكم الخبراء ديال التخطيط الاستراتيجي تيقول لك النجاح في أي مشروع واخا يكون على مستوى أسرة، لا على مستوى جمعية، على مستوى حزب، على مستوى إدارة، على مستوى بلدية، على مستوى الدولة، أي مشروع ما فيهش 3 خصائص فلا ينجح. واخا يجيبوا الأمنية ما فيهش 3 خصائص لا ينجح. الخاصية الأولى والميزة الأولى أنه يكون تعبر على واحد الحلم، شي حاجة بغيت تمشي بها بعيد، كتحلم بواحد المغرب ديال الحرية، ديال الكرامة، ديال العدالة، ديال التضامن إلى آخره. تحلم بمغرب. إذا هذا الحلم ما عندكش غتكون دائما فاتر، ضعيف الهمة، ضعيف الإرادة، ما عندكش حلم. دابا غير التلاميذ اللي ما عندوش حلم باغي يكون طبيب، باغي يكون مهندس، باغي يكون مخترع، باغي اللي ما عندوش حلم تيكون دائما ضعيف على مستوى الهمم. ماشي ما عندوش هو الامكانيات والطاقات، عنده ولكن ما تحتليش الفرصه يكون عنده حلم. ولهذا الاستاذ الناجح والمربي الناجح ماشي هو اللي كيقرر الدراري بزاف كيعطيهم بزاف معلومات، لا، ولكن كيصنع الطفل الحلم، كيخليه يحلم باغي يكون شي حاجه، حيت هو اللي بغى يكون شي حاجه هو كيبدا يخدم فيها، حيت هو عنده الملكات وعنده الامكانيات. ماشي تعمروا وتشحنوا فقط بالمعلومات. اصنع لي حلم، يحلم ان يكون شيئا ما. اليوم اللي خرجوا المغاربه تيقولوا حريه، كرامه، عداله اجتماعيه. اذا المغاربه بغاو واحد المجتمع، واحد المغرب ديال الاجيال القادمه ان شاء الله يكون مغرب ديال الحريه، ديال الكرامه، ديال العداله الاجتماعيه، تكافؤ الفرص، ما فيهش الزمنيات، ما فيهش المحسوبيات، ما فيهش اغتناء الحرام من المال ديال الشعب الى اخره. هذا هو الحلم الان. لكن هذا الحلم ما كافيش باش تحققه الا ما عندكش الخاصيه الثانيه والميزه الثانيه في التفكير ديالك، وهي تصنع برنامجا حامل هذا الحلم. تكون عندك برنامج، بروجي، يكون عندك مشروع فيه خطوات، مراحل، تدابير. الى واحد التلميذ، نعاود نرجع لمثال التلميذ تيحلم باش يكون طبيب مهندس وشاعر واديب ولست ادري، ولكن اغلب وقته امام التلفزيون، اغلب وقته يعني تيلعب في الزنقه، ما عندوش نظام، ما عندوش برنامج كيقرا وكيدرس وكيتابع وكيشتغل الى اخره. هذاك الحلم اللي عنده دير له غير حلم طائش، ما عنده حتى شي قيمه. لكن لاصتي كيحلم بغا يكون طبيب وكيكون مهتم بالثقافه الطبيه وكيقرا في كذا وتيعرف هذه وتيقلب على هذه ويسول على هذه، فراه عنده برنامج يعني منسجم مع الحلم ديالو. اذا حلم وبرنامج، ولكن هذا البرنامج كذلك بوحده ما كافيش، خصوصا يكون برنامج جماعي.
لا بد فيه من الانخراط الجماعي، حيث هذا مشروع شعب، مشروع دولة، مشروع أجيال، ماشي مشروع واحد فئة، واحد طائفة، واحد جماعة، واحد حزب، لا، هذا مشروع أمة. هذا المغرب اللي بغيناه يكون إن شاء الله مغرب الكرامة، مغرب الحرية، مغرب يعني مغرب الجميع، ماشي مغرب الشمال دون الجنوب أو الشرق دون الغرب أو الأطلس دون الريف أو الريف دون الصحراء، لا، هذا مغرب كامل. إذا لابد في انخراط جماعي في إطار التعدد والاختلاف البناء إلى آخره، ولكن انخراط. إذا ما كانش انخراط جماعي أنا متوخاش بالأنبياء، وعندما أقول الأنبياء لأنني أستدل هنا بحديث نبوي شريف صحيح، هو الحديث المشهور في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني يحكي على المشهد يوم القيامة، ويصف بأنه يأتي النبي يعني المعرض يوم القيامة، الاستعراض ديال البشرية منذ أن بدأت إلى أن تقوم الساعة. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، احتاج النبي صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني مشهد استعراضي للبشرية ولأنبيائها وزعمائها وكل شيء يتم أحجر مع القبيلة اللي كانت تبعها في عقيدته في دين آخره. يأتي النبي وليس معه أحد، هذا نبي جاي مع الله عند الوحي، ولكن أحيانا يتكلم مع الناس وينصح ويوعظ ويذكر ويقول هذه حرام هذه حلال انت مولادي بعد المشرك، ولم يتبعه أحد. إذا مشروعه بالمعنى الدنيا فاشل، لكن هو دار اللي عليه. اليوم السؤال هو هذا: مغرب الحلم ديال الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإلى آخره، هذا الدستور اللي عندنا اليوم فيه عناصر هذا المشروع وهذا البرنامج، لكن مازال ما تبرراتش إلى تدابير تفصيلية، ولكن فيه الدستور هو حامل لبرنامج، حامل لمشروع. ولكن إذا ما وقعش انخراط جماعي غادي يدوز الوقت ونصيبوا وليد المتخصصين في الشكوى وفي اتهام الآخر، كما لو أنه احنا ما عندنا مسؤولية ولا شيء. إذا هذا الدستور اللي جاي يحل المشكلة اللي علاقة بين السلطة والثروة ويسرح طريق المغاربة نحو التنمية ونحو محاربة الفقر ونحو توفير الفرص ديال الشغل للجميع ونحو إلى آخره، دار واحد الهندسة. أنا نحكم على مستوى السلطات، ولكن السياق اللي احنا فيه اليوم اللي كنتكلموا فيه والمناسبة شرط هو أنه هذا الدستور كذلك جاب واحد اللاعب جديد عنده سلطة اللي هو المجتمع المدني. ولما فهمناش حضور الجمعيات في هذه الهندسة ما نفهموش لماذا كنتكلموا على المجتمع المدني كسلطة جديدة، حيث المشرع الدستوري قال لهم باش هذه العلاقة ما تبقاش بين السلطة والثروة خصها على مستوى أولا السلطة نوسعوا مجال ديال التدخل ومجال ديال القرار تولي مشتركة واسعة وحدة، وثانيا نجيبوا لاعبين جدد وغندخلوا واحد اللاعب اللي سميتو الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين والمواطنين. وكان معروف المواطن الفرد إلا ما كانش مؤطر في جمعية في حزب في نقابة في منظمة في أي شيء تيكون ضعيف، واخا عنده أفكار عنده أشياء عنده طموحات، لكن إذا ما تنظمش وتأطر ولا الجهد مع جهد باش يعطينا مجهود منظم ما تيكونش عنده تأثير. إذا واخا تيكون الدستور للمواطن أتوى المواطن حق تقديم العرائض، هذا حق للفرد، كما غتبغي تطبقوا أنا ما عنديش واحد تنظيم مدني قادر يجمع لك عارضة فيها 100,000 توقيع ولا 50,000 ولا مليون، ما غاديرش النتيجة. إذا الدستور الجديد كذلك دخل لنا واحد السلطة جديدة عندها طابع رقابي وطابع تشريعي، وهم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. ولهذا الدستور المغربي اليوم في هذا المستوى متقدم جدا على هذا المستوى. شنو معنى هذا الشيء؟ اليوم الدستور جاب لنا الجمعيات ما يبقاوش غير جمعيات وخلاص كيدقوا الابواب وكيسعاو شي منحه من شي بلديه ولا كيصيفطوا شي اداره باش تعطيهم ولا شي حاجه، لا، هذه الجمعيات هذه اللي عندهم دور في التشريع، اللي يشرعوا. عندنا عندنا ثلاثه ديال المفردات في التشريع في القاموس المغربي، هذه عندنا مشاريع القوانين كديرها الحكومه، وغادي يوليو عندنا مقترحات القوانين اللي كيديروها البرلمانيين، وغادي يوليو عندنا ملتمسات التشريع ديال الجمعيات وديال المواطن. إذا حتى التشريع صناعة القانون اللي هي مسألة خطيرة جدا، لحقاش اللي كيصنع القانون كيدير داكشي اللي بغا، كي ما عندوش اللي يراقبو وكيحمي به المصالح ديالو تيقول لك القانون، ولكن شكون يصنع القانون؟ صنعته أنا ولا صنعتي أنت كمواطن بسيطة؟ من يصنعوا القانون؟ اللي كيصنعوا القانون هما اللي كيمشيو للبرلمان عادة في المرحلة السابقة وكيصنعوا الحكومات. فإذا كان المستوى كله مغشوش، إذا كانت الانتخابات ملونة مغشوشة مخربطة
قطع عليك برلمان مخربق، قطعت حكومه مخربقه، اذا صنعت قانون كل كتصب في مصالح الذين صنعوا هذا والحرب. فلذا اليوم التشريع والقانون خصو يسترجعوا الشعب يسترجع التشريع، يسترجع القانون اولا من خلال البرلمانيين خصهم يكونوا امناء على صناعه القانون وحكومته. ولكن حتى لا كانوا هادو فيهم شويه ديال الضغل، المجتمع المدني اليوم خصو يولي مشرع، اي عنده الحق في الولوج الى مربع التشريع، اي صناعه القرار، صناعه القانون. اذا هذا هو الفصل المتعلق بالملتمسات. اكثر من هذا جا الدستور قال سيدي الجمعيات والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين ماشي غير حتى الرقابه غير عند البرلمانيين على الحكومه الناس، حتى الجمعيات والمنظمات المدنيه غادي يبقى عندها حق الرقابه على السلطات من خلال ما؟ من خلال العرائض. ولكن فصل خاص يتكلم على العرائض. ما كاينش يكون ربما اللي ما وقعش شي عارضه، اكيد مشكل عندنا في الزنقه في الدوار في البلاد في كذا دير واحد العرضه نوقعوا نجمعوا 50 توقيع وهذه الى اخره يصيفطوا للعمل ديالوا كذا. لكن ديك العرائض في المنطق القديم ديال الدستور القديم وديال الوضع القانوني القديم مآلها اما التجاوب احيانا، وفي الغالب يعني اذا كان صراع مصالح كتدوز مع الواد وكتمشي كيبقى تقول هذا هذا وصفنا هذا العام وصفنا الباشا وصفنا كذا وما دافعين احد وصفنا الوزير فلان الى اخره. اليوم الدستور تيقول لك العريضه ستكون بقانون تنظيمي، ماشي حتى قانون عادي. معنى قانون تنظيمي كتعرفوا القانون فيه ثلاثه الطبقات، كاين الدستور هو اسمه قانون، وكاين تحت منه القانون التنظيمي، وعاد كاين القانون العادي. هذا القانون التنظيمي كيجلس مجلس الوزراء كترجع جلاله الملك. اذا ها العارضه غتولي عندها قانون كينظمها، مسطره كتنظمها. ملي غدير عارضه فيها كذا من توقيع كطالب كذا وكذا وكذا طبقا للقانون غادي يصدر ان شاء الله، غادي يولي عندك سيدي جواب ملزم وقرار معلل. الا صيفطتي شي مسؤول عارضه خصو يجاوبك وجوبا بقوه القانون، خصو يعلن القرار ديالو على شي ولا لا شيء. ولا انا عندك تمشي للقضاء والطعن في الموقف ديالو بناء على الوثيقه اللي غتسوي الى اخره. اكثر من هذا اذا هذه قوانين تنظيميه. اكثر من هذا جاء الفصل 12 من الدستور كيتكلم على الجمعيات وتيقول بانه هذه الجمعيات خصها تؤسس بواحد الطريقه معينه ديمقراطيه والى اخره. ولكن كذلك الدستور يعني الزم جميع المؤسسات بالقانون غادي يصدر ان تنشئ هيئات للتشاور مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. مثال حنا الان في جداد ملي صدر القانون الى الرئيس ولا المجلس البلدي بغى يدير شي حاجه في جداد طبقا للقانون ضروري يتشاور مع الجمعيات، يستشروا يسمع الراي ديالهم وجوبا بقوه القانون. اكثر من هذا الفصل 139 من الدستور تيقول بانه في اطار القانون غادي يصدر ايضا ديال الجهويه والجماعه الترابيه انه الجمعيات اللي عندها الحق انها ملي يكون كيدار جدول الاعمال شي دوره في جماعه ترابيه معينه، جدول الاعمال بالقانون غادي تجيك رساله من الجمعيات كتقول لك دخل نقطه في جدول الاعمال كتعلق بتشجير الحي الفلاني او بالاسباب الحي الفلاني او الوضع الحي الفلاني او دار الشباب الحي الفلاني ولا سوى اي نقطه، وبالقانون خصك تدرجها وتناقشها في اطار ما سينظمه القانون، واش بحضور الجمعيات واش كذا، هذا الشيء غادي ينظمه القانون. بعباره اخرى الدستور تيقول لنا الناس اللي عندهم السلطه الكلاسيكيه التقليديه اللي كيجيو يعني بالانتخابات ما يبقاوش بوحدهم في القرار، غادي ينتخبوهم وغادي تسموا سلطه منتخبه وكنكونوا معاهم شركاء في تتبع الشأن العام باش ما يتصرفوش على هواهم. بعباره اخرى ما غاديش يولي الرئيس ديال اي جماعه ترابيه والمكتب ديالو اللي كانوا مولفين كيسدوا عليهم بشي ضرب يجي من الرميغوس ويدوروها كما يشاءون ويصفقوا ويجيو للمجلس البلدي الصباح يديروا واحد الدوره شكليه ويصفقوا يقولوا صديق على
الميزانيه على كذا على كذا. انت هذا الزمن غادي يولي عندك جمعيات حاضرين معك، تيناقشوا معك، كيتذاكروا معك وكيتبعوك، ولا راسك خصك تجاوبهم الى اخره. بعباره اخرى، الزمن المقبل القريب بعد تفعيل القوانين لن يتحمل المسؤوليه بتدبير الشأن العام الا انسان في المستوى المسؤوليه، ولا غادي يولي بهدله وشبهه في المجتمع. بعباره اخرى، ندرسوا قطع الطريق اليوم على اي واحد، باش نرجع للسؤال الاصلي، اي واحد كيفكر يجي للسلطه المنتخبه ولا السلطه الاداريه باش يدير الفلوس. الا بغينا نبسطوا الامور ونشرحوا ونملحوا ونبسطوا، هذا هو الروح الدستور. اي المسؤوليه ما غتبقاش كتعطيك الفرصه دير الفلوس، دير الفلوس سير التجاره، سير الفلاحه، سير الصناعه، سير اي شيء الا في مجال السلطه. غتولي محاصر بقوه القانون، بالمسؤوليه الحكوميه، بالمحاسبه والمراقبه، بالمجتمع المدني. طيب الان هذا الشيء اللي فهمناه بهذه البساطه ديالته، اكيد تشعروا باننا كنوجدوا واحد المغرب جديد حقيقه. هذه ثوره حقيقيه، بشرط ننجحوا في هذا الشيء، حيت الرؤيه واضحه. المغرب اللي بغينا كلنا، البرنامج موجود في صلب الدستور، كنخرجوه، خصنا نخرطوا جماعيين في هذا الشيء باش نربحوا هذه المعركه. هذه الحكومه شنو عملت باش تساهم في هذا الورش اللي هو ورش جماعي؟ شنو عملت؟ على مستوى الجمعيات والمجتمع المدني، انتم تعرفوا لي اول مره يعني تخلقت واحد الوزاره عندها هذا الاختصاص ديال العلاقات مع المجتمع المدني. وعندما نقول علاقات مع المجتمع المدني، ان ماشي سلطه الوصايه. الجمعيات كتاسس بالحريه وهذا هو الاصل، تشتغل بالحريه، ما نحتاجش سلطه فوق منها الا سلطه القانون وسلطه الجمهور العامه ديالها والاعضاء ديالها والاهداف اللي كتشتغل بها الى اخره. لكن السلطه الحكوميه الان المعينه لهذا الغرض هي سلطه للعلاقه مع الجمعيات، ماشي سلطه فوق الجمعيات. بحال العلاقه مع البرلمان، العلاقات مع البرلمان ماشي حنا فوق البرلمان، البرلمان سلطه مستقله، الحكومه سلطه مستقله، وكل واحد كيشتغل في المجال ديالو، كنتعاونوا في المجالات التعاون. كذلك الان مع الجمعيات. ولذا اليوم هذه الجمعيات اللي اليوم راح ان شاء الله فتنا تقريبا 93,000 جمعيه، واكيد ان شاء الله بالايقاع باش غادي 2013 ان شاء الله غادي يسير الغالب في نهايته واحد 100,000 جمعيه في المغرب. اذا هذه واحد الثروه كبيره جدا. اذا تعبأت هذه المسؤوليات وهذه الادوار، اكيد غادي يكون عندنا واحد القطاع جديد. وانا كنقول قطاع وكنسطر عليها قطاع، غادي يولي عندنا القطاع العام، موظفين اداره الدوله، غادي يولي عندنا القطاع الخاص، غادي يولي قطاع الجمعيات. وغادي يطلع بواحد الامور اساسيه، بالاضافه الامور الدستوريه الشرطيه، امور اساسيه. اولا غادي يكون شريك حقيقي في التنميه، في كل مجال التنميه، وغادي يكون شريك حقيقي في التشغيل، حيت اليوم ما عندناش قانون كينظم التشغيل في الجمعيات. وعندنا اليوم بامكاننا بمنظومه قانونيه جديده نشغلوا الاف الشباب في الجمعيات في وضع قانوني. عندنا الموظفين وعندنا الاجراء، القطاع الخاص القطاع العام، وعندنا التشغيل في قطاع الجمعيات. اذا شو درنا حنا كحكومه الان باش نمشيو في هذا المسار للمشاركه في تفعيل الدستور في هذا المجال؟ لان الموضوع كبير، وخدنا الوقت في الهندسه ديالته، في التشاور وفي الاستماع الى اخره والانصات عبر ربوع المملكه. وقلنا بان هذا الملف بحجمه وضخامته خصنا نديرو واحد الحوار وطني حقيقي. حوار وطني حقيقي. هذا الحوار الوطني الحقيقي هو اللي تنصبت فيه اللجنه المنظمه والمشرفه عليه يوم 13 مارس، وهي لجنه اداريه، لجنه ستدير الحوار، لكن الحوار لن يبدا بعد. الحوار سيطلق رسميا من خلال واحد الندوه صحفيه واعلان مجموعه من التدابير وترتيبات وبيانات وتوضيحات وخطه عمل لهذا الحوار. هذا الحوار شنو بغينا منه؟ بغينا اولا باش الجمعيات اللي عندهم القدره على انتاج الاجوبه ديال هذا الحوار وهذا الدستور يشاركوا في هذا الحوار. في 3 اسئله بغينا نجاوبوا عليها جميعا كمغاربه، 3 اسئله.
السؤال الاول كيتعلق باحكام الدستور. اذا عندنا واحد اللجنه دائمه اسمها لجنه الاحكام الدستور في اللجنه الوطنيه للحوار. شنو هي احكام الدستور؟ بغينا اليوم اي جمعيه، وغادي نكون سعيد انه ان شاء الله الجمعيه ديال تنجداد يشكلوا واحد تنسيقيه بكل التعدد اللي كاين في البلاد، وينكبوا على هذا الحوار ويعطيو واحد الجواب جماعي تنجداد، مذكرات تنجداد مثلا. شنو فيها؟ السؤال الاول احكام الدستور. ما هي احكام الدستور اللي كتعلق بالجمعيات؟ نسردوها حكما ماده نسردوها نعرفوها. ثانيا نجيو ندرسوا كل الحكم على حده ونقترحوا فيه التدابير، مثلا قانون العرائض نجيب واحد الخبير واحد الاطار اللي الحمد لله التكنولوجيا كتمكن كتطلع على قوانين ديال دول سبقتنا في هذا الشيء، ونجبروا هذا الشيء وندرسوه ونقولوا حنا اليوم مثلا القانون ديال العرائض عاد فاش كنشوفوا حنا في تنجداد فيه 30 ماده، الماده الاولى فيها كذا كذا كذا، الماده الثانيه كذا كذا الى اخره. ها واحد مشروع قانون ديالنا حنا، هي واحد الملتمس ديالنا حنا على مستوى التشريع العربي. وهكذا في كل الاحكام ديال الدستور اللي كاينه تجيبوا فيها اجابات كيفاش كتشوفوها طبق. وهنا باش نشوفوا في هذه العمليه ديالكم ديال التفكير ديال الانتاج ضروري نطلعوا على تجارب دوليه سابقه، تقراو مشاريع قوانين او قوانين اللي هي كتدور في دول اخرى، حيت هذه العرائض ماشي انا خطر عليها، الملتمس ماشي انا خطر عليها، ماشي كاين في دول سبقونا. طبعا قليله في العالم، باش نكون عليا قليله في العالم، قليل في العالم الدول اللي يعطي المجتمع مثلا الحق في ان يكون له سلطه تشريعيه وسلطه رقابيه الى اخره. اذا هذا السؤال الاول الدستور. السؤال الثاني هو الحياه الجمعويه، لهذا اللجنات واحد اللجنه سميتها الحياه الجمعويه. شنو الحياه الجمعويه؟ ملي كتولد الجمعيه، ملي كتولد حتى كتموت، هذا المسار فاش كتعيش هذه الجمعيه ككائن اجتماعي كمؤسسه ملي كتخلق. هذاك التصريح والنظام ديالو القانون 75/00 شنو الاخطاء اللي كاينه فيه؟ شكون الاخطاء اللي كاينه فيه؟ شكون الاعطاب اللي كاينه فيه؟ الطريقه باش كنصلحوا، باش كنستلموا الوسط، واش هذه امور ميسره واش ماشي ميسره، فين كاين فيها المشكل، كيفاش تعالج الى اخره. اذا تاسيس الجمعيات هو السؤال الاول، كيفاش كتاسس جمعيه الجمعيه؟ هذا السؤال الاول. تاسست الجمعيه مزيان، حصلنا على الوسط النهائي، كيفاش كدور هذه الجمعيه الداخل؟ فاش ديمقراطيه، الطريقه باش كيديروا الجمعيه العامه، الطريقه ديال الانتخاب، التدبير المالي، المحاسبه الى اخره. الحياه الداخل الجمعيه تتنظم بالقانون. ها الجمعيه كدور مزيان، درنا قوانين جيده للحياه الجمعيه من الداخل. علاقه الجمعيه بالمحيط ديالها، العلاقه مثلا مع الدوله، نجيو للمنح، الدعم، الشراكات، باي معايير اللي كتعطيو فلوس ديال الدوله للجمعيات؟ واش كاين معايير؟ واش كاين شي معيار جهوي؟ كاين شي معيار اقليمي؟ كاين شي معيار للعالم القروي؟ كاين شي معيار للعالم المالي؟ كاين شي معيار ديال المعاقين؟ كاين شي معيار ديال النساء؟ كاين شي معيار ديال الطفوله؟ شنو المعايير اللي كتعطيها الفلوس هادو؟ انتبهوا معايا، راه حنا في اطار السؤال الاصلي اللي طرحناه. لان شحال من واحد تيولي رئيس جماعه ولا رئيس اقليم ولا رئيس كذا وكيخلق جمعيه تيبدا يعطيها، يعني بحال شي فيرما تيعطيها، تزيد تعاود راسك، سيدير عارضه، سيدير احتجاج، سير سول، سير سلب، ماشي مشكل. وملي كينقلها من جمعيه ثقافيه وتيجي جمعيه رياضيه تيبدا يعطيها نهايات الطريقه اللي بغى، يقطع اللي بغى، يفصل اللي بغى. اذا المال العام اليوم كيفاش كيمشي للجمعيات؟ هذا سؤال. هذاك النفع العام اللي كيتعطى للجمعيات اليوم تقريبا عندنا اكثر من 90,000 جمعيه، حنا غادي ل 100,000. عندنا يلاه في المغرب 200 جمعيه تقريبا اللي عندها النفع العام. باي معيار كيتعطى؟ واش هادشي اللي كاين الان واش معقول؟ واش ماشي معقول؟ كيف خصو يتصحح؟ قانون جديد جذري الى اخره. خداو الجمعيات الفلوس، بداو كيشتغلوا، واش كاين شي حساب بالقانون؟ واش كاين ولا ما كاينش؟ ما كاينش الا ما نظر شي حاجه اليوم خصنا حساب باش الجمعيات يكونوا نموذج ديال المجتمع المدني المستقيم الفعال الشفاف النزيه. ماشي نبداو نلاحظوا على
المنتخب راه كيديروا كيفعلوا كيتركوا، ونجيو ثاني نسبوا هما الجمعيات هما كيفعلوا كيديروا كيتركوا، هما شركاء في هذه الامور. العلاقات مع الخارج، الفلوس اللي كيجيو من برا، الشراكات، التمويل، الدعم الى اخره، فاش كيتم؟ واش القوانين اللي كاينه الان كافيه؟ واش ما كافياش؟ واش التصريح كيتم بطريقه منضبطه للقانون؟ واش ما كيتمش؟ شنو الجزاءات اذا وقعت المخالفات الى اخره؟ نزيد الجمعيات، كيفاش يديروا قطاع مشغل؟ كيفاش يمكن غدا نقول انا يعني موظف في جمعيه، نسمع كلمه موظف غير باش نقرب الصوره، نقول انا كنخدم في جمعيه وهز راسي كنخدم في جمعيه، واحد تيقول انا خدام مثلا انا موظف في البلديه ولا انا موظف في التعليم ولا في الصحه، تقول انا موظف في جمعيه. قانون جديد اللي غادي يعطينا تشغيل في الجمعيات، ولا غادي يخلينا من نعطيو الفلوس للجمعيه سواء كدوله او جماعه ترابيه او قطاع خاص وكذا، الفلوس الجمعيه يكون داخل فيهم التسيير، داخل فيه التشغيل. واللي ما جابش شي مشروع مهم قال لي يشغل عباد الله، يمشي يجيب دوره، يمشي يقرا ويتعلم وعاد يمشي يبني، هذا ديالو عاد يساعد ياخذ الفلوس، حيت هذا التشغيل من الاولويات في العمل الجمعوي، حيت ما نشغلوا دابا وقتهم الاف الشباب في كل مجال العمل الجمعوي. اليوم عندنا واحد الوضع غير قانوني، اليوم تخيل عندنا حوالي 6000 ديال الموظفين ديال الدوله، 6000 الموظفين ديال الدوله اللي كانوا بقرارات وزاريه كيمشيو من الدوله للجمعيات. وطبعا ماشي اي جمعيات، ماشي اي جمعيه كتاخذ موظف ديال الدوله، كاين اللي واخدين ديال التعليم، كاين اللي واخدين يعني من الجماعات الترابيه، كاين اللي واخدين مؤسسات اخرى واخدين الجمعيات، وضع غير قانوني، راه اشاره جمعيه ولكن غير قانوني. حنا اليوم بغينا وضع قانوني جديد يجعل الجمعيات تكون مشغله، بمعنى مؤسسه، الا كدير محو الاميه ولا كدير تعليم الخط ولا كدير يعني اي عمل تنموي ولا اي شيء، عندها موظف كيضبط الاداره وكيتكون وعنده مصاريع يعني ديالو وكيراكم هذا، وعنده توظف ديالو الاجتماعي الى اخره. كنتكلموا كقطاع جديد، كقطاع ثالث. السؤال شنو هو هذا القانون اللي غينظم هذا الشيء هذا؟ وهذا القوانين فين هي الدول اللي عندها القوانين؟ وراه كاينه الى اخره الى اخره. هذا الاحسان العمومي، الجمعيه بغات تجمع الفلوس، قال عندنا قانون اليوم، واش قانون قاد في سهل العمليه الناس باش يجمعوا الفلوس يتعاونوا التطوع. اذا لاحظوا معايا ان الحياه الجمعويه اللي كتخلق الجمعيه حتى كتموت بالحل ديالها هي كائن اجتماعي، هي مؤسسه اجتماعي. ماشي واحد جمعيه كاريه واحد المقر واحد دريبه، ذاك المقر فيه الرتيله ومسدود مرات ما كيتلقى ذاك المكتب وما عنده فلوس وما عنده مسكين مشروع ولكن ما كيتعامل معه الى اخره ما تعرف. وفي المقابل كاين جمعيات اللي عندهم ملاعق الذهب ويأخذون يعني ما شاءوا من اي جهه شاءوا بما فيها موظفين ديال الدوله وراهم جمعيات بمعنى مؤسسات. هذا الريع اللي كاين في القطاع الجمعوي، هذا عدم تكافؤ الفرص غير القانوني، هادشي كله اليوم هو موضوع الحوار الوطني باش نطلعوا منظومه قانونيه جديده تجعلنا نطوي صفحه ان العالم الجمعوي وكذلك جيش احتياطي لقوى تفعل به ما تشاء متى تشاء. بغينا قطاع جمعوي شفاف نزيه متكافئ الفرص، قانوني سلوكه مدني قائم على التطوع، على الاستقلاليه، على المحاسبه الى اخره. الدستور من جديد. اذا هذا واحد السؤال بدكم تجاوبونا عليه في الحوار. الحياه الجمعويه كيف تدبر اليوم؟ كيف تدبر اليوم؟ إذا هذا الجواب هذا جاوبنا عليه جواب قوي فعال مستوى، غادي نكون طبقنا الدستور في جعل المجتمع المدني مؤهل للتنفيذ الدستوري ديالو. إذا بقى المجتمع المدني ضعيف مبعثر قوي متقوبه هذاك شي عيان ما تقدرش تطلع على الأضواء ديال الدستوريه، حيت دائما يعني السلطه واخا يعطي لك الدستور ولا يعطي لك القانون ما يمكنش مؤهل باش تمارسها، ما كتمارسهاش. معروف الامثله اللي معروفه نقولها لكم، تيجي اي واحد يعمل الوصايه واخا تعمل السلطه، الامثله المعروفه شنو هي؟ هو انه مثلا كيكون بعض الرؤساء جماعات مثلا جا رئيس جماعه ولكن ما عندوش مؤهلات، يمكن ما قاريش، يمكن ما فهمش القانون مزيان، يمكن معروف انه يقع تحت وصايه
السلطة الإدارية، وهذه كيسموها الباحثين كيسموها وصاية العجز. كاين الوصاية القانونية، السلطة مثلا وزارة الداخلية هي وصية قانونا على جماعات، ولكن وصاية قانونية فيها يعني الترخيص، فيها الإذن، فيها كذا. وكاين واحد الوصاية ما كاينش في الوراق، ما مكتوباش في الوراق، هي وصاية العجز. إذا كنتي عاجز واخا عندك السلطة ولكن عاجز، غادي نحيد نعاود نحيدها لك، نعطي لك من الباب ونعاود نحيدها لك من الشجرة. إذا تأهيل الجمعيات من خلال مناخ قانوني جديد ووعي جديد هو اللي غادي يخليك تبدا عندك الدستور، عندك السلطة، غادي تقول لها السلطة هذه أنا في مستواها باش نمارسها كعرائض، كملتمسات، كتدخل في الشأن المحلي من خلال القوانين اللي غتصدر إلى آخره. أما إذا كنتي جمعية ضعيفة ما تفيدكش، واخا عندك سلطة دستورية ما تعرفش تمارسها وما تقدرش تمارسها. إذا تأهيل الجمعيات يصبح مطلب استعجالي، وهذا الحوار الوطني من الأهداف ديالو هو تأهيل الجمعيات من خلال أولا استيعاب هذه التحديات والإشكالات، ثم كذلك إنتاج جماعي لمنظومة قانونية جديدة تجعل الجمعيات في مستوى التحدي الدستوري الجديد، وإلا غتكون كما قلت دون المستوى التحديات. الحمد لله أنه الثروة اللي عندنا الجمعية في المغرب ثروة عريقة، ثروة غنية، ثروة متعددة منتشرة في كل ربوع المغرب، خبرات، مهارات، كفاءات، عندها تأثير دولي، علاقة دولية. الحمد لله كاين واحد الثروة حقيقية، لكن عمرها ما طلعت أن تكون قطاعا. قد دائما قليل اللي كيقدر يحافظ على استقلاليته، شي كيصنع هذا، شي كيشغل هذا، شي كيوظف هذا إلى آخره، حيت داكشي فيه الفلوس وفيه الغموض وفيه كذا، فطبيعي حنا اليوم بغينا هذا القطاع يولي مستقل، ما يكونش تابع السياسيين وما يكونش كيوظفوا السياسيين، والسياسيين اللي بغا يخدم شي يدير انتخابات ويمشي يصوت عليه الشعب ويمشي يمارس السلطه ديالو تحت الرقابه المجتمع والقانون والدستور، والمجتمع المدني يكون كذلك قطاع فعال وشغال متطوع ولكن في اطار القانون ومشغل ومشارك في التنميه الى اخره. السؤال الثالث اللي غنكون جاوبنا عليه اذا نعقلوا معايا، كاين السؤال ديال احكام الدستور، وكاين السؤال الحياه الجمعويه خصو يتقن، وكاين السؤال ثقافي فكري. ان شاء الله ندير واحد ميثاق شرف وطني ديال الجمعيات، تكون واحد الوثيقه ثقافيه. اي جمعيه تدخل المقر ديالها كتصيغ على الاقل الوثيقه فيها المبادئ ديال العمل الجمعوي المسؤول، القيم ديالو اللي تتبنى عليه، المسلكيات، الاهداف المرجوه من اي عمل جمعوي، القانون المحترم الى اخره. في واحد الوثيقه اي واحد يقول انا جمعوي مغربي جمعوي يكون عنده واحد المرجعيه يعني ديال المبادئ وديال القيم جمعوي. اذا انا انسان مستقل، انا انسان شفاف، انا انسان متطوع، انا انسان ديمقراطي الى اخره. قيم كل قيمه ديال ذاتنا وما يجب حتى هذا الميثاق ولا نجوب بطريقه جماعيه. اذا لا قدروا تشتغلوا مثلا كجمعيات في جداد يقولوا ودي حنا هذا الميثاق اللي غادي يكون ميثاق فكري ثقافي اخلاقي قيمي، شنو هي المبادئ ديالو، شنو هي الاسس ديالو، شنو هي القيم ديالو، شنو هي الى اخره، غادي يكون شيء جيد. نتمنى تكون صاحب المذكره ديال الجداد من اقوى المذكرات على مستوى مسيرتي وطنيه. هذا الحوار تغيروا لي بغينا نجاوب على ثلاث اسئله كبيره. واحد، بغينا نجاوب عليها جماعيا. جوج، كيف. اذا غندير واحد مجموعه من الندوات باش نتواصلوا مع الجمعيات يعني في الجهات، وغنديروا ندوات مع الخبراء الاكاديميين باش نعمقوا الامور التبع القانونيه، تكون ندوات مركزيه. غنديروا بعض الندوات الدوليه باش ندرسوا التجارب ديال الدول اللي سبقونا في الشيء هذا، وغنفتحوا واحد البوابه الكترونيه خاصه بالحوار الوطني ب4 ديال اللغات، باش في المكان المواطن المغربي الجمعوي المغربي في المكان داخل المغرب وخارج المغرب يمكن له يرسل لنا طريقه تفاعل، يرسل لنا النظره ديالته لهذه الاصلاحات. كيفاش كيشوف خرجوا هذا السؤال الاول ديال احكام الدستور، السؤال ديال الحياه الجمعويه، والسؤال ديال الميثاق الشرف الوطني ديال التشاركيه. غادي يكون موقع، وغتكون لجنه من الاطر مهتمه بالموقع، كل حاجه كطيح في الموقع كياخذوها وكيسلموها كيدرسوها وكيسلموها للجان دائما المتعلقه بهذه المساله، باش في الاخر ان شاء الله نتوجهوا لواحد المناظره ختاميه كبيره غنقدموا فيها التقرير الشامل على الحوار ومخرجات الحوار.
وديك الساعه هذاك المنتوج